كان اللي يكذب بيتكسر يمشي في شوارع وكأنه كان قاتل قتيل وكأنه هربان من عقاب. دلوقتي على عينك يا تاجر، اللي يكذب عادي جدا، واللي يقتل عادي جدا، واللي يظلم ألف عادي، واللي ينهب في الأراضي بقى اسمه تاجر، واللي يختم ختم زور بيمشي حاله وكله ماشي، والظلم بقى ليه ناس تصونه، والقتل بقى بيسبق معاه، والناس بقت تقتل في غيرها والسبب فبيبقى تافه. لو كله يحسن في النوايا كنا هنلاقي الذئاب رجعت لدينها، وكنا هنلاقي الأسود وقفت مكانها، ولا كان هيبقى فيه هجوم من حد فيهم، ولا كنت هتلاقي الأسود هجمة في مرة على الحمار، ولا كنت هتلاقي الديابة تصطاد في قطة أو في فار. لو كله يحسن في النوايا تقدر تقول إن الحياة كانت هتخلى من الحروب، ولا كنا هنلاقي التاريخ محطوط في اسمه التطور. فين القلوب الطيبة؟ دلوقتي نادر. لو كان في منهم ياما يعني كنا هنلاقي الحياة حلوت كتير، كنا هنلاقي الذنوب خفت كتير، كانت الصراحة هتبقى أوضح في المعاملة. دلوقتي لو عاوز تخلص مصلحة يا إما تدفع فيها رشوة أو مجاملة. مش قلتوا أهلا بالفضاء والتكنولوجيا بقيتوا بتحبوها جدا، وبقينا عصر الريموتات بإشارة بنحرك جيوش، والحروب دلوقتي أسهل من السهولة. حروب من وأنت قاعد جوه بيتك بإشارة من ضغطة زرار يضغط عليه قائد الجيوش بالأبليكيشن، هتلاقي جيشه بيقتحم نووي وبرق، والعساكر جند آلي مش بشر، والإف 16 بدون طيار دعاية. الحروب هتكون عبارة عن شوية أجهزة، ومفيش بشر هيكون في ساحة المعركة. الكل هيموت باحترام. من وانت قاعد جوه بيتك هتموت يا اما بقنبله، او هتلقى كام صاروخ جاي من بعيد، او هتفتح ابلكيشن من موبايلك في بتلعب هتلاقي واحد قام طالع لك من عليه ذبحه ورفع. المهم ان انت هتموت في النهايه من غير مواجهه للي عاوز يقتل، علشان هيبقى الخصم حبه اجهزه على حبه من الريبوتات. مش قلتوا اهلا بالتطور؟ يا 300 اهلا وسهلا، يا 400 حسره امان. لما احنا عايشين في التطور والحياة سكر زيادة، طب ليه معدل الجريمة في ازدياد؟ طب ليه نفوس الناس بتزداد في الرخيص؟ طيب زمان كانت الحياة حبة خشب، كان الحصان بين الدول هو الوقود، كانت الحروب راجل لراجل، والحروب كان ليها وقت وساعة يوم، كانت الخيول والسيف ذخيرة الجيوش. واما حبوا يعملوا أحلى اختراع، كان العجل كوكب جديد دخل الغلاف الأرض أصلا. كانت الرسالة عبارة عن مرسال بخط الإيد، كان الحمام هو الرسول في الاتصال. دلوقتي غيرنا الخريطة وجبنا عم الواتساب. بالله عليك يا عمنا، دلوقتي أحسن من زمان. طيب بلاش، بص على الناس اللي عايشة الوقت حالا، اللي عامل فيها سامبو، واللي عامل فيها رمو، واللي عامل فيها سنجل، واللي نفسه ورانا كومبو. أما لو بصيت بعينك على اللي كانوا بتوع زمان هتلاقي مليون اختلاف. فرق الرجولة والشهامة والأصول هيبقى واضح من فرق ناس عايشة الحياة بمليون طلع. أيام زمان كانت الخيول وسط الشوارع ماشية عادي وده الروتين، كان الحمام بيبعت رسايل حبر سري وكان أمين. دلوقتي لو تبعت محادثة لحد تاني عادي وطبيعي تلاقي تالت قام سارقها في ثانيتين. أنا قصدي أقول لك كان زمان الناس أمينة وكله كان عنده اكتفاء ذاتي بحياته. دلوقتي دولة عملة نادرة. كانت الجريمة زمان أقل، دلوقتي لأ أو ألف لأ. الكذب كان أبشع جريمة، كان اللي يكذب كله كان بيخصم وبعد. كان اللي يكذب بيتكسر يمشي في شوارع وكأنه كان قاتل قتيل وكأنه هربان من عقاب. دلوقتي على عينك يا تاجر، اللي يكذب عادي جدا، واللي يقتل عادي جدا، واللي يظلم ألف عادي، واللي ينهب في الأراضي بقى اسمه تاجر، واللي يختم ختم زور بيمشي حاله وكله ماشي، والظلم بقى ليه ناس تصونه، والقتل بقى بيسبق معاه، والناس بقت تقتل في غيرها والسبب فبيبقى تافه.
وإن كنت صاحب حق يعني نفسك إنك تسترده، فالعرف بيقول يا ابن والدي لازم تروح على حد من أهل الرشاوي أو حد هينصف معاك علشان يجيك الحق عنك. غير كده لو كنت هتمشيها رسمي تبقى تف في وشي لو حقك رجع. طب أقول لك إيه وأعيد في إيه الله يهديك، ليه تقلب في المواجع؟ كان زمان في قرش ساخن، كان في ملاليم، دلوقتي بقى في دولار مش جنيه، دلوقتي في دولار مش جنيه. حتى القصايد والأغاني زمان كانت طويلة، واللي كان بيسمعها كان بيعيدها 1,000,000 مرة. لكن اللي ماشي الوقت يعني اللي بيسمع أي حاجة آخره دقيقتين أو 3، لو نعيدها مرة يبقى يشكر. وعشان كده لازم أقفل القصيدة لحسن هتلقى الناس هتزهق. الفرق شاسع في الزمان، قول للزمان ارجع يا زمان.